أهلنا الكرام في ناصرة المحبة والتطور والإنجاز. أهلنا الأعزاء، هذه هي بدايات المشروع لبناء دار البلدية. هذا هو الحلم الذي راود نفس كل إنسان نصراوي في هذه المدينة. ها هو بهمة رئيس البلدية السيد علي سلام وإدارتها ينطلق بهمة وعزم وإصرار. هذه هي أساسات دار البلدية على أرض الملعب البلدي القديم بمساحة 8000 متر مربع. نحن الآن بصدد بناء الطابق الأول قسم ألف، فهي بدأت الثمار تظهر على شجرة المسؤولية والإيمان بمستقبل واعد للناصرة. نبني ونعمر للأجيال القادمة ونتحمل المسؤولية التاريخية بكل ثقة. نحن اليوم نشاهد ونوثق هذا الحلم النصراوي القديم الذي عشنا وعاش في مخيلتنا سنوات طويلة. كنا فيها نتمنى أن يكون لبلدية الناصرة أكبر المدن العربية في البلاد، والمدينة المركزية التاريخية المقدسة، أن يكون لها صرحا عصريا حديثا يكون بمثابة دار بلدية. وها نحن بدأنا نلمس، وفي فترة قصيرة من تولي السيد علي سلام رئاسة بلدية الناصرة، كيف بدأ يتحول هذا الحلم إلى حقيقة واقعة يلمسها كل نصراوي. الوعد هو الوعد، والوفاء هو الوفاء. ندعو كل نصراوي أن يأتي ويشاهد كيف بدأ هذا الحلم يتحقق. ومع نهاية هذا العام، عام 2017، ستكون دار البلدية في أكمل صورة وأبهى منظر لكي يدخل إليها النصراويون ليخدمون أهلهم الأعزاء في ناصرة الأصالة والعزة والكرامة، في ناصرة العرب، في المدينة التي نتوق ونحبها ونسكن فيها وتسكن فينا، المدينة العزيزة الغالية على العرب جميعا. هذا غير أن إلى جوار مبنى البلدية سيقام الصرح الثقافي الكبير، قصر الثقافة، وهو المبنى الأكبر والأجمل، سيكون إن شاء الله في الشمال. هذه هي بلدية الناصرة برئاسة علي سلام، توفي ما وعدت به، وإلى نهاية الطريق سنبقى نعمل ونجتهد، لأن أهلنا يستحقون كل خير.